الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا والعياذ بالله. والله تحط اللويز تمشي عليه. والله ما تبسم تبسيمه بقلبك. حنا ربي يبتليك، باباك طلق يماك، ومن بعد واش صرا؟ ابتلاء هذا. واش الابتلاء تاعك انت؟ والمشكل تاعك واش هو؟ تروح تبات برا وتشرب الخمر وتشرب المسكرات. وعلاه؟ هذه ماشي حجه اخويا عند الله يوم القيامه، حجه باطله. وحنا يعيب علينا اننا حنا رانا نزيدوا نولفوا فيهم. ولذلك كاين بعض الناس يظهروا في التلفاز ويجوا يقول لك حنايا هذا محلل اجتماعي وهذا الدكتور نفساني وهذا فلان وهذا فلان، خاصه اذا كانت امراه تبدا تقول لك وهما مساكن عندهم البطاله، والامهات راهم يقولوا لاولادهم هذا الكلام هذا. يقول لك مساكن الشباب وين يروحوا الشباب؟ سي نورمال، لازم يروحوا يتناولوا مخدرات خاطر ما عندهمش الخدمه، ما عندهمش كذا. حنا رانا نكذبوا على روحتنا. الخدمه كي ما تكونش شوماج هذايا والمشاكل عمرهم ما كانوا سبب باش يخلوك. الانسان العفيف، الانسان الطاهر، والانسان المتربي والله وياكل تراب. الانسان العفيف، الانسان الطاهر، والانسان المتربي والله وياكل تراب. عيب علينا اننا نجعل هذه هي الاسباب تاع المخدرات. السبب تاع المخدرات اخواني الكرام هو البعد عن الله. كي نبعدوا على ربي سبحانه وتعالى ماناش عارفين علاش رانا عايشين، ما على بالناش واش رانا نديروا في الحياه هنا. ياك ربي خلقنا العباده تاعو وحنا رانا قاعدين هنا، واش رانا نديروا هنا؟ علاش راك تعيش انت 60 وهذا 70 وهذا 80 وهذا 90؟ علاه؟ وعلى هذا عاش 20 سنه وهذا 30 وهذا 40؟ ربي يعطاك مده معينه في الارض باش تجمع الثمن اللي تدخل به الجنه. هذه الحكايه هنا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. انت هنا المهمه تاعك هذه الماكله والشراب، وتدير سياره وتشري سياره وتشري دار وتدير الشهاده كذا، هذه ليست اهداف خويا. هذه امور حتى الحياه تمشي بها حياتك، ومن بعد تتحط في القبر ينساوك الناس كامل. ولذلك هذه الامور انت دير عقل وفكر. قال انا الان راني موجود في الحياه باش ندفع ثمن الجنه. يوم القيامه راح يقولوا لي اسمع جاي شحال يكفوك تدخل الجنه ولا ما يكفوكش؟ فلذلك الان هنا الانسان الرصيد نتاعك في الدنيا واش درت؟ ورينا تشوف الصلاه ديالك شحال صليت، اعطينا تشوف شحال صمت، التطوع والفريضه احسب. ولذلك الله عز وجل يقول انظروا الى صلاه عبدي، انظروا الى صلاه عبدي، ويبداوا يحسبوا. قال وكذلك سائر الاعمال، يجيبوا لك الفريضه والنافله تاعك ويحسبوهم لك حساب. الان هذوما الحسابات اللي حطهم لك ربي سبحانه وتعالى، واش درت انت فيهم؟ واش عملت فيهم انت الان؟ تبدا تقول له لا والله كنت شوماج على بالك هذوك العامين هذوك تاع كورونا ما خدمناش. تقول له ما صليتش، واش تقول له؟ ما لا هكذاك كل واحد فينا يبطل صلاه، كي تشومر يبطل صلاه، كي يصرى له مشكل مع مرته يبطل صلاه. ما كاينش سبه من هذه الامور. كاين حاجه انت ماكش فاهم علاش عايش. كي ما تفهمش علاش راك عايش تولي دير برك انا يا صرات لي هذيك نروح نشرب الخمر، انا يا مانيش مليح نروح. السعاده يا اخواني الكرام التي نبحث عنها موجوده في القلب اذا امتلأ القلب بالايمان. شوف صلي العشاء غير يقول الامام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله، وتكون صليت. اخوك المسلم على يدك اليمين واخوك المسلم على يدك الشمال، وقبلك كاين مسلم ويصلي ومورك كاين مسلم ويصلي، والامام يقرا بك وتسمع منه القران. الان انت هذيك الجو هذا كامل وانت واقف علاه جاي، واش جاي دير هنا؟ على جيت الجامعه نخلصوك حنا واحد ما يخلصك، جاي تطمع في ربي سبحانه وتعالى وتركع وتقول سبحان ربي العظيم، وتسجد وتقول سبحان ربي الاعلى، وتقول يا ربي يا ربي يا رب، وتستغفر الله وتقول الله اكبر والحمد لله واهدنا الصراط المستقيم واياك نعبد واياك نستعين. كل هذه الكلمات هذه راك دير في الغسل تاع القلب تاعك وتعمره بالايمان. غير تسلم وتكمل صلاه العشاء تحس روحك كيما البيبي فرحان، واحد الفرحه كبيره. سعاده راهي تما، سعاده راهي في ذكر الله. سعاده كي تكون انت انسان متصالح مع ربي سبحانه وتعالى، كي تكون ما عندكش مشاكل مع الله تما السعاده. فلنحيينه حياه طيبه. شكون اللي يعطيك الحياه هذه؟ الله تبارك وتعالى. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يحييك الله عز وجل. باش يحييك؟ لما تكون انسان مستجيب لله ورسوله. حلال هذه يا شيخ نطبقوها، حرام هذه يا شيخ ما نطبقهاش. انا حرام والله ما تزيد تدخل داري. تم تعيش حياه حقيقيه. اما لو كان انت تملك اليخوت البواخر، وتملك الفيلات والقصور، وتملك السيارات الفارهه، وتملك الاموال في الارصده والبنوك والاموال من كل العملات، وانت ما تذكرش ربي، ما تذكرش ربي، ممكن تسب ربي سبحانه وتعالى اللي يعطاك الخير هذاك. ما تذكرش الله تبارك وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى ومن اعرض عن ذكري فان له معيشه ضنكا والعياذ بالله. والله تحط اللويز تمشي عليه. والله ما تبسم تبسيمه بقلبك.